النوع اللي هنتكلم عنه النهاردة بخصوص الأنواع الراديال بول بيرنج هو نوع اتعمل خصيصا لحاجة أو مشكلة عايزين نحلها، وطبعا عارفين إن الحاجة أم الاختراع. فبسبب مشكلة المس الاينمنت أو عدم المحاذاة بين الأعمدة عملوا نوع اسمه السيلف الاينمنت بول بيرنج، أو النوع ذات المحاذاة، أو زي ما بيقولوا البلي الكور القلاب. النوع ده بنستخدمه في التطبيقات اللي ما فيهاش أحمال كبيرة لأنها الحقيقة ضعيفة في الأحمال الرأسية والأحمال الجانبية، بس العمود عندي بيحصل فيه ميل، فهنا البلية تفضل تكون قلاب عشان أنا بحتاج أقلل فيها الاحتكاك على قد ما أقدر عشان أتلاشى حدوث المس الاينمنت أو عدم المحاذاة عند السرعات العالية. فبعد اللي قلتهولك ده لو لقيت الحمل اللي عندي عالي في الاتجاه الرأسي والجانبي مش هينفع استخدم النوع ده لانه مش هيقدر يستحمل، وهنا لازم نتجه لنوع تاني من الانواع اللي اتكلمنا عنها قبل كده زي الديب جروف بول بيرنج او الفور بوينت انجولار كونتاكت بول بيرنج او الانجولار كونتاكت بول بيرنج، ويكونوا دبل مع بعض عشان تتحمل الحمل في الاتجاهين زي ما اتكلمنا قبل كده. عشان البلية دي تكون قلاب المصنعين اضطروا يخلوا الحلقة الخارجية تكون واخدة شكل كروي من الداخل، وده بيسمح للحلقة الداخلية تحيد لأعلى الخط المستقيم ب3 درجات تقريبا، وحطوا صفين من الكور عشان لو كان صف واحد البلية هتديني حيد قليل وهتفرد بشكل أسرع لو الميلان بتاع العمود كبير، وفي نفس الوقت قدرة التحمل تبقى أعلى. بالنسبة بقى لتكوين النوع ده من البلي فهو زي عادة الأنواع اللي اتكلمنا عنها قبل كده تحت تصنيف الراديال بول بيرنج. الكود بيتكون من 4 أرقام وده للبلية العادية. عيلة النوع ده من البيرنج بتبدأ برقم 1 أو بتبدأ برقم 2، يعني أول ما أشوف الكود بتاعي مكون من 4 أرقام وبادئ ب1 أو 2، هنا أعرف إن النوع ده ذات المحاذاة. النوع ده برضو الكود بتاعه ممكن يكون مكون من 5 أرقام وهنا بيكون ذات المحاذاة برضو، ولكن البلية بتكون رفيعة أو بيتقال عليها thin self alignment ball bearing، أو زي ما بنقول في السوق المصري بلية كنزة. خلونا نحط مثال زي ما احنا متعودين عشان نفهم كل جزء من الكود معناه ايه. ولنفترض ان عندي بلية مكتوب عليها 2309. هنا اول رقم بيعبر عن عيلة البلية واللي هو 2، والارقام اللي بعد كده بنعملها نفس معاملة الانواع اللي فاتت بالظبط، بحيث الرقم اللي بعد العيلة اللي هو 3 بيعبر عن قدرة تحمل البلية دي، وكل ما الرقم اكبر كل ما عرض البلية بيكبر وقطرها الخارجي بيكبر وقدرتها على تحمل الأحمال بتزيد. وآخر رقمين بيعبروا عن القطر الداخلي للبلية أو قطر العمود، وبرضه بيتبع قاعدة الضرب في 5، ولكن زي ما قلنا قبل كده إن القاعدة دي بنعملها لما نلاقي الرقم 4 وفوق. أما لو لقيناه 0 أو 1 أو 2 أو 3 فدول أرقامهم ثوابت زي ما احنا شايفين. أما الحروف اللي بتكون مكتوبة بعد الكود الرئيسي واللي بنسميها suffix أو الملحقات فهي بتدل على بعض المواصفات الإضافية اللي بتفرق من نوع للتاني، زي حرف الكي لو لقيناه ده معناه إن الفتحة الداخلية بتكون مخروطية الشكل أو تيبرد بور، وده بيسهل تركيبها على الجلب اللي هي الدبتر سليفز اللي بتكون جلب مسلوبة بحيث بتضمن لي شحط أعلى وتركيب أقوى بين العمود والبلية، أو إن العمود نفسه بيكون مسلوب والبلية بتركب عليه من غير جلب. وبنعرف إن البلية مسلوبة من حرف الكي ده لما نشوفه مكتوب على البلية أو المصنع قايل عليها. لو لقيت مكتوب ام ده معناه إن القفص مصنوع من النحاس، وده بيخليه أقوى ويتحمل الأحمال بشكل أفضل، وكمان بيشتغل بكفاءة في السرعات العالية. لو لقيت مكتوب 2 RS ده معناه ان البلية بتيجي ب2 غطا كاوتش من الناحيتين، وده بيحميها من دخول الأتربة والشوايب وبيحافظ على الشحم الداخلي، فبالتالي عمرها الافتراضي بيكون أطول. لو لقيت مكتوب TVB ده معناه ان القفص مصنوع من مادة البولي أمايد المدعمة بالألياف الزجاجية، وده بيخليها خفيفة الوزن وبتقلل الضوضاء وبتقلل الاحتكاك الداخلي، لكن مش بنفس قوة القفص النحاسي في التحمل. وبكده فيديو النهاردة خلص، ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.